السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. شكرا لهذا الشاب اللي علق في مقطعي وكتب وقال كل من يخاف من مقاطعك وكل من إنسان يخاف من محاضراتك وقلق منها قول له روح شوف معاناة المرضى في المستشفيات المصابين مرض نقص المناعة المكتسب هم وأسرهم وأطفالهم، وبعدين بيعرف قيمة محاضرتك. كذلك رد على وحدة البنت هذه اللي كتبت قال هلكتنا أنت بهذا المرض، هلكتنا بهذا الإيدز، وهلكتنا بهذه المقاطع، وماشي عندك محتوى غير هالمحتوى، هناك مليون محتوى ممكن تتكلم عنه، المفروض انك ما تتكلم عن الإيدز. وكذلك علقت وقالت هذا المتنفس الوحيد مالك انت الإيدز. انا ما متنفس مالي يا بنتي، اذا كان اسمك مستعار، هذا ما متنفس مالي. المتنفس مالي اني اشوفك انت وغيرك عند توعية حول ذا المرض. انا الله يعلم ما اريد اي شاب او شابة مسلم يصاب بشوكة تشك شوكة. كذلك رد على هذا الشاب اللي يقول هذا الشيبة يشلخ ما يشم ذا الكلام. كل إنسان يا ابني محاسب عند الله سبحانه. إذا تكلمت أنا خارج عن إطار هذا الموضوع الله يحاسبني، وهذا إذا تكلمت فيه أنا من صميم عملي وأنا شفت معاناة المرضى. لذلك أشكر كل من أيدني. أنا كنت موجود في الظاهرة في ولاية ينقل والتقيت بناس أيدوا هذه المقاطع، وأنا أعرف أن الحياة فيها اللي يعجبه واللي ما يعجبه، ولكن إن شاء الله تعالى الناس بتفهم وبتعرف قيمة هذه المقاطع. بارك الله فيكم.